فيك؟ لا بس يا عم انا توي ما بعد تابعت الحلقات كلها فما ابغى شيء يحرق علي الحقيقه. ليش شايفني ام التنانين احرق عليك مسلسل؟ لا هذا ايش دعوه يا عم، بس ما شاء الله تبارك يعني ما توقعتك تتابع اصلا مسلسل اصلا. عليك يا شاري قوت. الحمد لله اول باول، بس انا قاري الروايه في التسعينات بامريكا. مشاري باقي بالموسم الاول. صحيح يا عم. بالله اتوقع من اللي بيصفى له الثرون بعد ذاك عفوا بس يعني ترى يعني ما وصلت للحلقه الخامسه فيعني لسه توي. لا اطمن عليك من الناحيه، انا من النوع اللي يحرق المسلسلات. اي والله يا عم انا لاني حتى شريت شاشه 60 بوصه كذا بس عشان يعني بعد شهر العسل على خير ان شاء الله اني اتفرج على المسلسل كامل مع تهاني ان شاء الله على خير. ما شاء الله. حتى والله الجروبات العيال كلها طلعت منها وكلها يعني مره ما ابغى احد يحرق علي الموضوع ابدا. إيه لا ما الومك لا اللي يحرقون المسلسلات دول ودك من يقص يده. لا يعني ما تحصل بس يعني اني ما ابغى احد يعني يحرق علينا. الا توصل زي ما قص يد جيمي لانستر. ايه ان هذا اللي يحرق المسلسلات. بس انا مستغرب صراحه ده المنسم ده جوفري كيف خلاه ابوه جيمي لانستر يمسك الحكم ويتحكم. يا عم سولف لي وين رحتوا انتم شهر العسل يعني ايام اول. ايوه بقول له سالفه اسبانيا. اوه اسبانيا الله يسقي ذيك الايام انا ومتهاني. سبحان الله عاد رحنا اسبانيا ورحنا مكان تصوير الحلقه اللي يعني هو كان وقتها كان غالي زي هالحين يعني كان مكلف السفره. اي والله غالي. عجيب. اي والله غالي يعني حتى اني تسلفت وسدد ديوني على قولة لانسترز. انا دائما اسدد ديوني. دخلنا وجينا المكان اللي فيه القزم ذاك قتل ابوه. الحلقه كانت دخلنا القصر نفسه ذاك. طيب يا عم انا استاذن. وين مشاري ما شبعنا. الله يسعدك والله اغناك الله يعطيك العافيه والله بس اني انا بلحق على الموضوع تعرف الزواج قرب فيعني احتاج اشوف كم قاعه زواج وانسق معهم ان شاء الله. يلا الله يعين الله يعين. اهم شيء لا يصير عرسنا فيه حركات الريد ويدنج. والله عاد انا طالب من تهاني الله يعطيه العافيه انها تمسك تنسيقات يعني عرس الحريم كله. انا اقصد يقول تنسيق حفلات. انا اقصد ليله الغدره اللي ذبحوا فيها الستارك اسمها ليله الريد ويدنج. عاد والله يزين والله من عزم خوالك فيها يغدرون فيهم ها. عاد على طار الغدره يوم غدروا حراس الجدار غدروا بجون سنو وذبحوه. هذيك عاد ما ادري ايش فيه صراحه الكاتب موسوس مرير يعني وشو الرمزيه يعني. عمته هي خلاص ايش فيك انت بالضبط؟ انا بفهم شيء. انا انسان مسالم قاعد اقول لك طول اليوم الله لا يهينك يا عم اسكت لا تحرق علي. انا انسان محترم لكن اللي يحرق علي المسلسلات انا اطلع من طولي واتوطى ببطني خلاص. ايش قلت لك؟ ايه هذا هو اللي ما بيتحمل حرق المسلسلات وجون سنو ما بيتحمل الزواج. صادق يبا. خير مشاري؟ لا والله يا جماعه الخير انه لا والله مو بقصدي يا عم. لا والله استريح الله عليك يا عم. انا اعذروني يعني ما هو بالقصد لكن تعرفون يعني يا جماعه تهاني انا مضغوط شوي من ترتيب الزواج والله لا تعذر يا مشاري مالك عذر ولا تبرر. لعله بان معدنك على قولة اريا ستارك. لكن خذ العلم شوف يا ولدي الخوف تراه يقتل اكثر من السيوف. وكانك خايف على جون سنو اكثر من بنتي تراهم ابشرك بيرجعونه للحياه مره ثانيه. يرجعونه اي نعم. والله يعوضك خير يا بنتي في الرجال هذا. ويعوضك يبا. عطني الشطه.